بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الحلقة العاشرة من حوارنا مع السيد مدني مزراق، الأمير الوطني للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل. وهذا هذا الحوار الذي كنا قد بدأناه قبل أيام، ونحن الآن في حلقته العاشرة. كان السيد مدني مزراق قد تكلم في الحلقة التاسعة عن مرحلة مهمة جدًا، وهي مرحلة تشكيل الجماعات المسلحة، وذكر لنا من المعلومات ما يُذكر أو ما ذُكر لأول مرة، خاصةً عن النواة الأولى لتشكيل هذه الجماعات المسلحة، سواء في الشرق أو في الوسط أو في الغرب. وأيضًا لقصة الجية، قصة الجماعة الإسلامية المسلحة التي كما يقول بدأت ببعض قيادات ومناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكنها كما يروي أو كما روى بالتفصيل انحرفت بشكل خطير وخطير جدًا. وروى لنا أيضًا القصة الكاملة لمحمد سعيد، هذا المفكر الكبير الذي قُتل على أيدي جية بعد أن كان ربما قد تلا بيان الوحدة، بيان وحدة الجماعات المسلحة، وظل إلى وقت قريب يشكل لغز حقيقي في العمل الإسلامي والعمل المسلح أيضًا. وقد أنهى السيد مدني مزرق الحلقة الماضية بالحديث عن بداية الحوار مع السلطة حينما زارهم في الجبل أو في مناطقهم التي كانوا يسيطرون عليها في الشرق الجزائري. عبد القادر بوخمخم، قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عبد القادر بوخمخم وعلي جدي، كيف بدأ التواصل ثم كيف جرى اللقاء. وسنسمع منه إن شاء الله في هذه الحلقة تفاصيل أخرى ربما تذكر لأول مرة عن مجريات العمل المسلح ومجريات الهدنة والاتفاق الذي أمضاه مدني مزراق الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل مع الجيش أو مع المؤسسة العسكرية. في البداية دعوني أرحب بمدني مزراق، مرحبا بك في هذه الحلقة. مرحبًا، مرحبًا. أنت قلت لي كنت معترض على الطريقة، ربما رفض مخمخم وعلي جدي للمساعدات التي أرادت المؤسسة العسكرية أن تقدمها لهم إنجاحًا للحوار، رفضوها. ربما ليس لديهم ثقة في النظام، وأكيد ليس لديهم ثقة في النظام، وربما أيضًا هناك من يقول ربما تشكيك في جهات، ربما ليس لديهم ثقة في أحد لأنهم كانوا في السجن، وليس لديهم معطيات تجعلهم يحكمون أو يثقون في كل من يكلمهم. حدث اللقاء، التقيتم بهم، ماذا سمعتم منهم وماذا سمعوا منكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما وصلوا إلينا طبعًا كانت فرحة كبيرة، لأن إطلاق سراحهم من السجن ولقائهم في أعالي الجبال كان يعتبر بالنسبة للجميع أنه بادرة خير، وباب للفرج قد فتح، وكنا نظن أن بداية النهاية قد بدأت. نعم. فهم لما جاو كانت الطرح تاعهم كالتالي، يعني نعاود نقول كلمة دورية. بالنسبة للعمل تاعنا يشوفوه كمقاومة شعبية مشروعة لا نقاش فيها، سمعتم منهم هذا الكلام؟ سمعنا ما أكثر منه. وبالنسبة لل للعقلية تاع الناس اللي راهم يتكلموا على جهاد طلب، يعني يتبناو الجهاد مبدئيا مش بسبب ما وقع بيننا وبين النظام. نعم، يكفرون النظام تقصد؟ ما واحد يكفر واحد يحكم عليه بالردة واحد كذا، يرفضونه تماما، إمم. كانوا ضد هذا. الأمر الثالث آه الحوار، كانوا يقولون يعني قلت كلمة وصلوا بطناهم تما في البيت تاعنا القديم تاع بابا، وجلسنا أنا جبت روحي هكا مع الباب وقاعد وخليت الجماعة يتناقشوا. فهم كانوا يصرون على أنهم خرجوا من السجن بدون قيود وبدون شروط، وكانوا يصرون على أن الدولة قد قبلت بأن تطلق سراح الشيوخ من بعد. هذا في حالة ما احنا نقبل أننا نوقف يعني إذا وصلوا إلى اتفاق معكم إذا كان احنا قدرنا نوقف من تنازلوا بعد، نوقفوا العمل المسلح، عن المسلح. ماشي نعم. نحبسوه برك نديروا هدنة. أن سراح الشيوخ يتم، ومن كان مفقودا وفي السجن يطلق سراحه، وأن الحوار يفتح على مصراعيه،
وأن إكمال المسار الانتخابي سيتم. المهم أحلام لا مثيل لها. وقال لك باللي احنا ما قبلنا لهمش هذا الشيء هذا حتى نشاوروا المعنيين بالأمر في الجبال. نعم. أنا نشف على روحي الخوة لما كلموهم على القضية هذه، واحد ما صدقها، يعني ماشي ما صدقناهمش هما كرجال، ما صدقناش يعني الطرح باللي الدولة بالفعل راهي تطرح في هذا الأمر بهذه السهولة. ولكن كان هذا هو الواقع. دعني أقول لا ما كانش هذا الواقع. يعني هما لما جاوا لم يكونوا قد ألزموا بشيء ما. احنا ما دخلش في راسنا، لأن مش ممكن الدولة تعطي هذيك الضمانات هذيك قوية يعني دون مقابل. يعني فقلنا لهم، يعني احنا قلنا لهم هذا الأمر هذا راهو حلم على كل حال. كان خوالي ناقش وخلط وكذا، ولكن الكلمة الأخيرة كانت كالتالي: قلنا لهم لين في الوقت هذاك مش بسهولة تطرح القضية هذه تاع الحوار تاع كذا تاع كذا، لأن الناس يشوفوا باللي النظام هذا انهار، وأنه لم يبقى له للقليل كما كتشوف من النظام في سوريا قبل ذلك، يعني وأن الحكم قاب قوسين أو أدنى، وأن هؤلاء الظلمة والطواغيت لا كلام معهم. هذا هو الرأي الغالب والمسيطر على عقول الناس في الجبل وفي المدينة وفي القرية وعند العلماء وعند الشباب. ما نتكلمش اللي ضدنا، لكن اللي كانوا ماشيين في الطريق هذا كله هكذا. فكان طرح مثل هذه القضية كان يعتبر حاجة فيها بين قوسين، يعني تقدر تكون مخابرات انت بهذه الطريقة. ولكن احنا كنا مستعدين للقضية هذه وحبينا نعطيهم دفع قوي. وأنا شخصيا قلت لهم لو كان إذا كان هذا الأمر بالفعل موجود كما تقولون، أنا بالنسبة لي هذه الدولة الإسلامية، هكذا بالحرف، هذه هي الدولة الإسلامية. هم نقلوا لكم يعني اتفاقهم مع السلطة أم مجرد أنا جايك في الوقت هذيك اقتراحات؟ السلطة في الوقت هذاك مازال ما لقيتش مع من تهضر يا عبد الله. السلطة كانت حاصلة وكانت غرقة وكانت محاصرة عالميا. السلطة الجزائرية في 94 الله يرحمها، الله يرحمها بها تسمع كلمة، عسكريا سياسيا اقتصاديا الله يرحمها. فالسلطة كانت تبحث عمن تتكلم معه. وزيد الطرح اللي بدا خطير، الردة الكفر والردة لا حوار لا هدنة لا مصالحة. هذا أمر كان ينبئ بخطر داهم. يعني أحد الفريقين كان لازم يروح، يعني عند الفكر اللي عند الجهة. لا مي الفكر كان بدا يسيطر على الناس كل، حتى في صفوفكم ماشي عندنا احنا واقفين، ولكن بدا يسيطر. وحتى عند الشعب المؤيد خلاص ما عادش يقبل منك. احنا كنا نخدموا لان احنا كنا نلتزم. وزين نعاود لك جائزة نوبل هذه على كل حاجه اللي ما نسحقهاش انا على كل حال، وما نحوش عليها ويديوها للجحيم الرحيم. لكن نتكلم على المقاييس. كنا في الوقت هذاك احنا نمنع حدود هذا القتل تاع الشعب ولا تاع تصفيه حسابات. ما كانش بالحديد والنار، والله يضربوا الجن. الشعب هذا اللي تحكي عليه من الشعب كان يجي شغل يعايرنا، قال كيفاه كي تلقى الخوت تاعنا كيفاه انتم ما كنت تنفذوش، ما تنفذ انتم ما تنفذوش. اسخني نقول يعني يقولها واحد ولا اثنين ولا الشعب. شنو نقول لك الشيخ، الشعب تقسم خاف ربك تقسم. ولات العقليه هذه ماشيه بزاف، ولات الناس كل واحد يحوس اللي عنده حساب حب يصفيه. فهمني مليح. وبمن يصفيه الجهه اللي مليح صفاه بالباتريوت والشامبيط والدركي والشرطي والجيش اللي ما كانش يلتزم بقوانين المؤسسه، والجهه اللي منها ايضا صفاه بالمسلح في الجيه ولا في لاس وفي غلايس اللي كان ايضا لا يلتزم بالاخلاق الاسلاميه واخلاق القتال. هذا واقع حب ولا كره، من هنا ومن هنا. هادو صفاو هادو صفاو، دي الحقيقه. ف لقاء كمل لي. انا جايك حبيت نقول لك بلي اللقاء باش تطرح قضيه كما هذه كان خطير، حتى باش ننصف شويه الشيخ عبد القادر والشيخ جدي، يعني يحلي لهم مش من السهل باش تطرح. كانوا شجعان باش طرحوا الامر هذا، لكنهم نظن فوجئوا باللي على الاقل القياده الحقيقيه، يعني كان اللي ما هدرش، ولكن عموم القياده القويه كانت موافقه. قال لا جبت هذا، يعني اذا وافقت السلطه الى نجحتوا في هذه مبروك علينا وعليكم وعلى امه محمد. وعلى بالنا ما سهلش. قال لكم هل انتم تقدروا تقنعوا جنودنا؟ قلنا لهم هذه علينا، ما عندك ما دخلك، هذه علينا.
ولكن الى حين هذا الامر هذا احنا نقاتلوا عادي، مادام هم يقاتلوا احنا نقاتلوا، واستمرت الامور القتال فيما بيننا، واستمرت الذهاب والاياب، فهمني مليح. تاعهم. تاع الدوله. بعد هما لموا واحد المعلومات الدنيا، وبعد حوالي شهر مش بعيد، بعد شهر من اللقاء هذاك خرج والله ما شهر، والله غير كي روحوا من عندنا من الدار من المصيف، بالك 2 جور الصباح خرج البيان تاع الرئاسه تاع زروال. الرئاسه على انهم اطلقوا هاد الناس على اساس انهم مواطنين كانوا يفعلوا وكذا وكذا وكذا، لكنهم مع الاسف لم يفعلوا شيئا. يعني هذاك الحلم اللي كان في راسهم وهذيك الحماسه تاعهم راحت هباء منثورا، وحنا كنا نقول لهم. وش هو السبب في رايك؟ كان حتى السبب باني نقول لك باللي هما لما عطاوهم هذه الفرصه ما يلزمهمش يكونوا يظنوا باللي الامر بسيط، لان زروال هذا اذا كان عنده حاب الخير ولا غيره، ولا كثير من الناس في السلطه لا يحبون الخير، يعني ما فيها شك. فكانت هما المفروض كانوا يتخذوا موقف، يعني هذه يعني قلتها لهم على كل حال وضربنا عليها وعلى بالي مازلنا نضربوا عليها. كان المفروض يتخذوا يتشجعوا يتخذوا موقف ويخرجوا حاجه للشعب، ما كانش صعيبه يعني. وش كان مطلوب منهم؟ انا جاي هو ما كان مطلوب منهم والو، هما المفروض كانوا عندهم بيان يديروا لنا فيه العنف، هذا ما كان. دروك هما فهموا باللي حب يقول هذاك البيان يكونوا يديروا خيانه قبل ان يستشيروا ويتلاقوا الناس. اسمح لي، تلاقوا وش كان رايكم في البيان هذا؟ حاول البيان وجاوبت عليه انا، خاف ربك. او انت قريته ما خرجت لك انا كلش. ان البيان من النهار الاول احنا كنا نطلبوا فيه بهم، نطلبوا به فيهم، هو انهم يوضحون موقفهم صريحا بينا من الاحداث، لان السلطه كانت محتاجه امر كما هذا. لان لو خرج بيان في ذلك الوقت قوي من محبوك واضح مرتب الافكار، قال نحن كالتالي: دعوتمونا الى الانتخابات فعلنا، دعوتمونا كذا فعلنا كذا، احترمنا درنا كذا، واعتدتم علينا بكذا 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 بكذا، دفعتم ابناءنا الى صعود الجبال، هجرتهم الى الصحراء، طردتهم من الخارج، وقع القتال. نحن نرى ان ابناءنا واخواننا يقومون بواجب الدفاع عن النفس كأي شعب في اي بلد، مسلم كان او كافر. الان اذا اردتم الحقيقه هي كالتالي: نحن نتبرأ ونقف ضد اي تجاوز في حق العزل والامنين. اما الحرب بين المسلحين فهو حق مشروع لكليهما، ما دام انت تطرده وتقتل فيه عنده حق يرد عليك. ولكن نحن لا نتبنى القتال كوسيله نهائيه، يعني تفنيني ولا نفنيك. هذا القتال ما هو الا دفاع عن النفس، ولكن الاسلوب الصحيح والوحيد هو الحوار والجلوس الى الطاوله. فاذا قادة الفيس ما عملوش هذا البيان، هما يامنوا بها. نعم. باش ما نكونوا ثاني منصفين، يامنوا بها وسعوا لها، لكن لم تكن الشجاعه باش يديروا حاجه حل بيان رسمي. ونقول لك علاش ما كانش هذا، مش غير الشجاعه برك، كاين الملابسات ايضا. لا كنت تتذكر ترجع دوك انت دير شويه واحد لا كرونولوجي بالصحيفه تاع الخبر والشروق تفريها. هما لما كانوا في السجن الاول هم كانوا مع بعضهم، يظهر لي ما كانوش متفاهمين في كل شيء، هذه الحقيقه. خاصه ممكن باسي مدني ولا بالحاج. خليني نكمل. ما كانوش متفاهمين في كل شيء، ونظن دوله كانت تشوفهم، دوله كانت تحت الانظار، هي تشوف الاختلافات بيناتهم. ومن بعد هاي زادت فرقتهم عن بعضهم البعض، ثم بعد في السجن، وحتى دارت عليهم شويه قهر، ولكن رغم ذلك مع الاسف هم يعني ابسط شيء، يعني باش نقول اوجب الواجبات في ذلك الوقت كان عليهم ان يفعلوه هو الاتفاق على مرتكز لهذه المقاومه الشعبيه، او ما سمي بعد ذلك بالجهاد عندنا. كان قال يا رجال نحن في السجن، الذين يقاتلون هم ابناء الحزب، هم ابناؤنا، والامور تتعفن يوما بعد يوم، ورأينا مفصلي في هذه الحقيقة، وأعداؤنا يتربصون بين الدوائر ويحاولون أن يظهروننا أمام العالم كأننا مرتزقة أو ظلمة أو كذا وكذا وكذا. قال نضع مرتكز شرعي نوضح فيه كيف يجب أن تتم هذه المقاومة.
وهذا الذي طلبته منهم. طلبوا رسميا تحط المبادئ، تحط الوسائل، تحط القيود. هم سي مدني رفضوا التجاوب معك؟ ماشي رفضوك ما قنعيش به، يا مؤمنين به 100%. ما الذي منعهم في رأيك؟ ما نقولش ما كانش الشجاعه، ولكن كبيره شويه كي نقول ما كانش الشجاعه، لهم برهنوا بلي شجعان في كثير من الامور، ولكنهم ترددوا ولم يفعلوا مع الاسف، وفوتوا فرصه على انفسهم وعلينا وعلى الجزائر. هذه حقيقه يقبلوها لما يقبلوهاش هم احرار. نظام ظالم ما في ذلك الشك، معتدي الطاغيه ما في ذلك الشك، ورط الجزائر في الحرب ما في ذلك الشك، لكنهم مظلومين، هم مظلومون فعلا، لكن كان في وسعهم أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه، لكنهم ترددوا. أنا جايك. نعم. فهما راحوا بعيد، راحوا بعيد، والخطر الأكبر هذا هو. على قلنا لهم احنا في الرسالة ما يلزمكمش تظهروا للأمة وللشعب أنكم مختلفين. مؤثرة. طبيعة الخلافات كانت حول العمل المسلح بيناتهم. لا مش العمل المسلح، بريكول اللي راهو يديروا فيه الإسلاميين من بكري البارح واليوم هو قاعد يديروا فيه غدوة. بريكول مسخير. واش يديروا؟ عباسي قلت لك باللي بغض النظر على الخلاف معه، هو نقول من بعد انا جاي ليه ظلمني وظلم الياس، ولكنه ما نقدرش ننكر باللي بتكوينه السياسي سمح له باش يفهم امور وكان قادر يتخذ فيها قرارات. وانا نظن بغض النظر على قضيه الصدق، خلي الصدق نسبي بيناتهم، ربما يكون علي بالحاج عنده حرقه اكثر، ربما اقول الله اعلم عند ربي تبان، ولكن نتكلم على العقل وعلى الشخصيه وعلى بعد النظر. لو سلمت يعني القياده بالصدق للشيخ عباسي في السجن قالاش هاي راينا مثلنا وقت الامر، كانت تفرق انديسكوتابل، كانت تفرق. يعني المشكل كان في غيره؟ ما فهمش. مش في غيره، اسمع مليح، هو كان مؤهل باش يدير الشهاده، وكانت عنده شجاعه باش يدير، عنده جرأه، مش عنده شجاعه، ويامن لانه التكوين تاعو السياسي والمعرفه تاعو برجال في النظام تخليه يقدم على قرارات. غيره تقصد علي بالحاج يعني تحديدا؟ خاصه الشيخ علي، ربما كمال قمازي، الشيخ جدي صح عنده تكوين جيد في الدعوه وحتى فكره جميل، يعني لانه كان على كل حال تكون رياضيات وعنده فرز على مستوى المخ، هذه ما نكرهالوش، ولكن الغالب عليه عنده تردد كبير في كل شيء. باش المشاهد يفهم انه داخل السجن، القيادات داخل السجن كان عباسي ميال لتسويه سياسيه مع السلطه، فيما كانت قيادات الاخرى ضد التسويه. لا مش قيس، هما اغلبهم ميال، يعني كما جدي عبد القادر ميالين ما فيهاش لعب، ولكن الشيخ علي والشيخ قمازي، حتى قمازي مسكين يعني كي نتكلم على مستوى موقفه ما ظنش يكون ده، ولكن بتكوين السلفي ميلت الشيخ علي. الشيخ علي بالحرقه تاعو والصدق تاعو يحوس ما يلزمش هما يقروه في بلاصه المقاتلين، لان هما اللي راهم يتعذبوا، هما كذا، ولكن هذا الخلاف خرج واحد الامر بيناتهم اللي كيصير دائما بين الحركه الاسلاميه، وبدل من تقعد الجبهه برئيسها الشيخ عباسي مدني والنائب علي بن الحاج، صبح التوقيع 6 صدروا بيان، وهذا اخطر ما فعلوه، وهذا قلت لهم على كل حال اخطر ما قاموا به. نعم. خرج بيان من 6 باللي اي موقف، اي بيان، اي قرار لو كان ما يكونش موقع من 6 هادو راهو لاغي خاطئ. باسم الجبهه تقصد؟ باسم الجبهه نعم. يعني بها عليه على المساجين هما تاعهم. نعم. يعني انهم هو كان في السجن وحطوا الاسمين الكل، الشيخ عباسي، الشيخ علي، الشيخ عبد القادر، الشيخ علي جدي، كمال قمازي، وهذاك الشيخ شيقاره، انا ما نعرف واش على كل هذا اسمع به برك. عبد القادر شيقاره. نعم. عبد القادر شيقاره. هنا عطاو واحد الضربه للتيار المصالحاتي، ضربه قاضيه. لماذا؟ لان التيار الاستئصالي البغيض ما قلتش واش فيه البيان هذا، واش فيه قلت لك داروا بيان رسمي باللي يعني كل القرار غير انهم هما المؤهلين للحديث باسم الجبهه، مش يعني لا حب يقول انهم يعني يكون يدير عباسي يخرج امر بعباسي وحده راهو نعم. فهمتني ولا؟ نعم. هي الامر هذاك هو
كان حتى شيء، لازم يكونوا هما في 6 مسنيين. قلت لك تيار الاستئصال البغيض فعل المستحيل ليقنع الرأي العام الداخلي داخل المؤسسات والرأي العام الدولي بأن هؤلاء الشيوخ لا يملكون أي سلطة على المسلحين، وهم فيما بينهم لا يستطيعون أن يصدروا قرارا صحيحا لا يستطيعون التوافق على قرار واحد يدينون فيه العنف. كانت هذه تعتبر كذبة عند يروجها تيار الاستئصال البغيض، لكن بهذا البيان أكدوا للقاصي والداني والغائب والحاضر صحة فعلا ما كان يروجه التيار الاستئصال البغيض ويحتج به هي كلمة حق أريد بها باطل مع الأسف. وهنا تقدر تقول يعني لم يكن لهم سيطرة على المسلح صحيح، ولم يكونوا يتوافقون على نقول لك شي حاجة. هذا هما أكدوا هذا بالبيان هذا صحيح. ولكن نقول لك شي حاجة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وأنا مؤمن صادق غير حانث، لو كانت الشجاعة وداروا بيان بقناعاتهم يعني بلا ضغوط بلا والو كما يمنوا به، قالاش هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش بكل شجاعة، وخرج للعلن. يا الكفة داخل التيار الجهادي غتنقلب رأسا على عقب. لماذا؟ لأن الكثير من المقاتلين الأشداء تاع الجية كانوا من أبناء الجبهة الإسلامية الإنقاذ، وكانوا ينتظرون أمر كما هذا. التردد والتراخي أعطوا شرعية للجية. بارك الله فيك. عطاو داك الساعة التيار الاستئصالي المقابل التيار الاستئصالي البغيض تاع الدولة مع التيار الاستئصالي المنحرف نتاع الجية، هما اتفقوا احنا ما اتفقناش. التيار المصالحاتي ما اتفقش. ثم اللي استفحلت مجازر الجية. ثم استفحلت ثم لا تشفع عليها من بعد تشفع عليها الجزائر كانت مسكينه عايشه واحد الضيق واحد الحصار واحد العزله كبيره كدوروا ما يجيهاش. هما سميه ربي يرحمه ربي مازال حي ربي يطول في العمر على كل حال. عبد السلام بالعيد قال لك بلي الخزينه كانت فيها فلوس كم من بعد صراح كانت فيها 600 مليون، وتواتي من بعد رد عليه قالوا فيها 1200 مليون. انا الحاج هو واش قال لي بكل صراحه، لان الحاج يتكلم ما عنده حاجه، قال لي ما كان لا 600 لا 2200. قال لي اقسم بالله يا عمر غير درنا الجزائر دارت كل البلدان العربيه والاسلاميه والعدوه والصديقه. واحد ما مدنا فرنك في الوقت هذاك على قطر مدنا 200 مليون دولار، كلهم كانوا يرفضوننا. نعم. والدليل ان رضا مالك بعد التصريحات هذه وبعد البيان تاع الشيوخ هذا وبعد ما اكدوا للناس باللي بالفعل ما كان سيطره، صرحت فكوا لهم زون ديبلوكي ان كريدي دو مليار دولار تاع ستاند باي. دارت لها الجزائر في الوقت هذاك وكانها تفتحت لها باب الجنه. نظام دارت له كانت تفتح باب الجنه. من ثم بدا الميزان يدور. من اللحظه هذيك كان الاول حتى نقول لك حتى كثير من الناس كان داخل من الاحزاب ودنيا وفي الخارج كانوا يراهنون على الجبهه الاسلاميه الانقاذ بشكل رهيب. هذا الموقف اللي خص لما تاكدوا الناس بطريقه، وزيد نقول لك انا جايك في الوقت هذا كانوا من بعد زاد خرج هو زرواز زاد دار الموقف، كان خرج الشيخ علي والشيخ عباسي لجنة الميثاق، خرجوا من السجن مبادرة لإنجاح الحوار، ماشي باش يخليهم يتلاقاو الناس. الشيخ حسن لهم الوضعية تاعهم وكل حاجة وخلى الخوة يدخلهم وفتحوا المجال أيضا للآخرين اللي من يستطيع أن يقنع أن يدخل. وجاو ناس من برا، توفيق الشاوي ربي يذكر خير داعية كبير مصري تاع الإخوان، وناس من السياسيين الجزائريين دخلوا ليهم وناقشوهم وحاولوا قدر الإمكان أن يصلوا إلى قسم وتسوية ويقبلوا بها الجميع. هنا جاء أمر خطير أكثر من هذاك الأمر هذا تاع بيان.
الامر هذا الخطير هو ان الجنرال باتشين اللي كان المساعد والدرع الايمن تاع زروال. نعم. وخليني نقول لك حاجه هنايا معليش لازم يعرفها الشعب الجزائري. نعم. في وقت سي الامين وزروال قبلوا بطريقه ما باش يقسموا صلاحيات الرئاسه على 4. مليحه ماشي لانه سي الامين وزروال ضعيف ولا شكون اللي قالها لك؟ هلا خليني نكمل لك ومن بعد براسك هذاك الساعه نقول لك الكلام. ماشي لانه ضعيف ولا هو حب يحدث هكذا واحد التوازن في الحكم. بون الرئاسه قولوا تمثيل والدنيا قعدوا ليه. الجانب السياسي كان شدوا سي باتشين المستشار تاعو الاول. الجانب التنفيذي والاقتصادي كان شدوا يحيى. والجانب العسكري كان شدوا سي محمد العماري. وفي هذه الربعه هذو في الثلاثه هذو صار مشكل. حسب المعلومات اللي عندي سمعتها من الحاج مباشره على كل حال ما كان عندي ما والو. كان بين باتشين ذاك المشاهد انه لما تقول الحاج تقصد اسماعيل العماري. الحاج اسماعيل نعم. اسماعيل العماري نعم. لا بين باتشين وبين يحيى كان تنافس. بين سي محمد العماري ربي يرحمه ايضا برحمته وجنرال باتشين كان توافق في اول امره هكذا. باتشين جاب مبادره من بعد جابوها زاد رجعوا ليا الشيخ عبد القادر والشيخ جدي وتلاقاو لي نفس الشيء في الجبل وحدي كانوا خوا راحوا. نعم. وجابوا هكذا واحد رؤوس اقلام مكتوب يقولوا باللي هذا باتشين هذا يقول اقتراحات تاع باتشين وعلى كل حال تاع الرئاسه انه مفوض هو نعم. في هذاك. يقولوا باللي يقول باللي لو كان يديروا الخوا برك لهدنا ويخرج البيان انا نتكفل بكذا 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 يكون ما فيهاش اللعب. شو هي هذيك هذا الامر هذا نتاع اطلاق السراح عودة المسار الانتخابي اطلاق المساجين. المهم ارجاع الحاله التسويه الوضعيه وارجاع الحاله لدوله القانون ما كانش. نعم. لماذا لم يحدث؟ حسنا نقول وبنفس الكلمه وبنفس المحبه وبنفس الاحترام وبنفس الاخوه قلت لهم شوف قالوا لي لازمك تشوف كيف توصل للجماعه هذا الامر. قلت لهم انا نوصلوا يعني مسؤول في الوقت هذا راح نقول لك حاجه اللي كنت انا وليت امير جهوي. امير جهوي؟ ايه امير جهوي تاع الشرق. الاول كنت مازال ما اصبحتش امير وطني. لا كنت وليت انا في هذا المجال المره الثانيه هذه كنت وليت امير وطني امير جهوي نعم رسمي. الاول ما كناش رسمي كانت نعم اللجنه تاع الشرق. في الوقت هذا وليت انا امير جهوي رسمي. نعم. فقلت لهم انا سني لكم نخاف ما عندي حتى مشكل معهم ولكن الا كان قدرتوا يتحققوا هذا الشيء هذا نزيد نعاودها ونقول باللي راهي الدوله الاسلاميه. يعني نشوف الوضع ماهوش مليح. فكانوا متحمسين مساكن وكانوا يعني تايقين باللي بالفعل الامر هذا يمشي. فاعطيناهم احنا واش لازم كذا 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 الوضعيه كانوا هما داروا يديروا في واحد التقرير. نعم. باش يديو يدخلوا للشيوخ باش يقنعوهم. وهما كي جابوا هذا المشروع هذا هما جابوه هنا عندنا. وكمال قمازي راح للجيه هنا اللي طلع محمد سعيد. راح للجيه. هما كي يتكلموا معي الشيخ عبد القادر والشيخ علي جدي كانوا يقولوا بلي احنا ما عندناش مشكل وانتم على بالنا بلي ما فيكم حتى مشكل. ولكن الخوف كل خوف من الاخ كمال قال لك لانه نخافوا باللي ما يطرحش الامر كما يجب وايضا هو راح يكون رايه مع الشيخ علي. الكلام هذا سمعته من بوخمخم ولا جدي؟ مع بعضهم. نعم. خليني نروح للفاصل ثم نعود حتى لا نرهق المشاهدين. نذهب الى فاصل ثم نعود. سي مدني كنت تسرد لي اللقاء الثاني اللي جمعك بوخمخم وعلي جدي ولمحاولة الوصول إلى التسوية ولكن يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود أيضا. كانوا يعني يتخوفون من فشل الشيخ كمال القمازي
في تبليغ المشروع للجهة، مش حتى في إقناعهم، في تبليغه. لأنه يتهموه أنه كان متعاطف ربما مع أنا جايك. مع العمل المسلح. وبالفعل تحقق تخوفهم، فهم لما رجعوا للشيوخ باش يخبروهم باللي احنا رانا قابلين هذا، عندنا حتى مشكل سواء الخوا في الشرق او في الغرب اللي تابعين لايس. لقاو الشيخ علي ذكر ربي ذكره بالخير، لقاو الشيخ فرحان، لانهم تلاقوا الشيخ والشيخ عباسي قدام يتلاقوا الشيخ كمال القمازي. نعم. فرحان ودنيا قالوا كيفاه؟ قال لهم اخ كمال راهو رجع من عند الجماعه وهو يقول ان الاخوه في الجبال راهم مسيطرين تقريبا على 80% من الوطن. الإخوة يقصد الجية اللي كانت تقتل بدون استثناء في تلك السنوات. ويقول ما بقات عنده بعيد عليهم بالك غير تندوف وتمرست هكذاك ولا ما باليش، وهم يملكون الأسلحة الكافية والعدد الكافي لإسقاط النظام. فالأخوان كلموه قالوا يا رجل راك غلط. وكان علي بالحاج عطى شرعية الآن خليني دوك أنا نحكي لك وأنت حكم أنت مش هو الاستنتاج الوحيد اللي يخرج به المشاهد. دبر راسك. هو مسكين يتكلم هكذا على أساس أني قلت لك الشيخ علي بالنسبة ليه هو مسجون شرعا، لا يحق له أن يتخذ قرارا فاصلا في مكان الذين هم خارج السجن وهم الذين يتحملون المسؤوليات ويقاتلون ويعرفون الوضعية كيف هي. نعم. هاني جاي باش ما تظلموش. نعم. فالخوا داروا جاوبوه وناقشوه وخمخموا على جد. قالوا لي الأمر ليس كذلك، لكنهم خرجوا ما وصلوش نتيجة، يعني السيد كان اقتنع باللي خلاص. لما خرجوا عرفوا باللي كمال ما لم يقم بالمهمة كما ينبغي. من بعد قصروا معه. لما قصروا معه مسكين قال لهم انا لما مشيت لقيت محمد السعيد ولقيته في حالة مزرية ولقيته يعني محتجز تقريبا. شبه محتجز تقدر تقول. لا هو قالها لي في الحوار شبه محتجز، قال اكتشف انه في حالة مزرية مسكين ما يقدر يدير فيها والو. كي وصل مسكين عند هذا ابو عبد الله وجماعه وبدا يطرح في الامر، امطروه بوابل من اسئله. ما كيف تنظرون للنظام؟ هو قال لي لم التقي قياده الجيه، قال لي التقيت محمد سعيد فقط ونصحني بالعوده فورا. لا انا اللي على بالي بلي التقى بغيره وامطروه. على كل حال هذه الشهاده تاع عبد القادر نعم. وعلي جدي. نعم. انا نتكلم واش قالوا لي هما على كل حال، وهذا سمعوهم فمه على كل حال. نعم. قال لك امطروه بالاسئله، واش تقول في النظام هذا مرتد كافر كذا كذا. السيد اسمعهم ما يريدون سماعه. ما يقدرش يا حليله تسمعوا الله تخنقوه. دهش واش الناس كيف تفكر. وقالوا انه احجم حتى عن طرح الاسئله المشروع الذي جاء به، وراح دا المشروع نفس المشروع اللي جابوه لنا الشيخ عبد القادر والشيخ علي جدي، نفس المشروع. على اساس باش هما في اللحظه هذيك يقدروا يدبروا راسهم ينكروا على روحهم، ولكن والله غير قالوها. يقولوا باللي وسمعوها منه، يقولوا باللي هو مسكين الغالب لم يستطيع حتى طرح المشروع، يعني وهذه يا حليل يعني مانيش ولكن لما يرجع اي واحد في مكانه ربما كان يدير كيفه. معليش، ولكن لما يرجع الى قاده الجبهه في السجن هو مسكين لما يقول الحقيقه مفروض. لما رجع هو بالنسبه لي قال الحقيقه. لما رجع لقضيه الجبهه صارت له كما صارت لمحمد السعيد. محمد السعيد طلع باش يحضر الجلسه لقدهش الدنيا مسلحه والشباب متحمس الدنيا الله غالب الله اكبر ما عندهم ما يدير. هو الثاني كي راح شافه ما ظنش باللي الامر السيده وما شافوا له، او شاف بالفعل. يعني اعتقد انه العمل المسلح ممكن يسقط الدوله في دوك اعتقد لم يعتقد هذه حاجه خلاف، لكن ما راه انا نقول لك يدهشه وربما حتى يرعبه. ما دوخش راح في هذه. فالسيد كي رجع مسكين يتكلم بالحقيقه، قال بلي الناس هم واش راهم يقولوا، قال بلي الناس هذوك كذا راه مع كذا كذا. فانا نقول لك ثاني هذه لازم تفهمها مليح، وباش دير القياس البسيط شوف واش المعارضه دوك تاع سوريا والنظام دوك اللي مسكين اللي راهو يسمع المعارضه المتشدده
جبهة أو النصرة رافض مثلا. أي حوار مع الأسد، سيرفضه قطعا، ويرى أن التحرير السوري راه قاب قوسين أو أدنى. ولكن الذي ينظر بعينين أو ثلاثة وأربعة داخل الجماعات، داخل النظام، داخل الشعب، المجتمع الدولي، له رأي آخر. صحيح أكيد. الله أكبر. أكيد. هذو ما تلومهمش. هو في السجن الجهة اللي ربما يثق فيها وربما عنده حباب اللي ما يكذبوش عليه بلغته هذا التقرير. ما تلومش. يعني وكأنه يتحمل المسؤولية في عدم وضوح الصورة عند قادة احنا متحملين المسؤولية مرة يا سمع، وانت متحمل وانا متحمل والرئيس متحمل والشعب متحمل وكل واحد متحمل. احيانا بالك لو كانت دير لي حصة خاصة في قاية من يتحمل المسؤولية نشبعك والله، غير كل واحد نحط له الفيستا اللي قده مرة، كل مرة صوص اكسبسيون. ولكن يبدو علي بالحاج نعم يتحمل المسؤولية لأنه مسؤول وقائد وكلمته كانت مسموعة في جمع كبير من المقاتلين ما فيها شك، لكنه مسكين وطني قدر وطلع وهبط وشاف ربما يتحمل أيضا قرار. وبسكوته أعطى شرعية للجيال اللي كانت تذبح من اليمين إلى اليسار. فلوكس هيك مازال الذبيح ما كاينش بزاف، مازال كنا نقولوا فلوكس هيك مازال واش سميوها تجاوزات من النظام تقابلها تجاوزات من المسلحين. هذا هو ما يدوخ حتى واحد. لا فلوكس هذا مازال ما بداش. وزيد نقول لك ولازم تفهم هذه مليح وتكون ثاني منصف، انت والشعب الجزائري خارج اللعبه هذه، يعني في وسط الشعب والسياسه. الناس ثاني كانت تزايد، كثير من الناس كانوا يشوفوا بلي النظام لا يرحمه، وكثير من الناس كانوا يشوفوا بلي الامر لن يطول كثيرا حتى ونقول لك باللي خلاص. وانا كنت فلوكس هذاك في سنه 94 لو كانت طبقه سياسيه مسؤوله لديها علاقات برجال في النظام الحاكم ولديها طرح ممكن واقعي لتسويه، اقسم بالله الذي لا اله الا هو غير كانت تفرى هذاك النهار. نعم. لكن هذه الطبقه السياسيه مع الاسف على اختلاف التيار تاعها كانت عاجزه، واختارت ان تتفرج. وفي احسن الاحوال تؤيد هذا الطرف على ذاك، وفي اسوء الاحوال توقف الموقف السلبي من الجميع. فيستنى اللي راهو يأيد فيك ويستنى الدنيا تخلص بعضها، ومن بعد هو ينتظر المنتصر يجي يحكم. هو يجي ليه يقول له احكم، لازم كي يضربوا زوج كبار يروحوا يشوفوا مسكين واحد يقولوا انا والله انت والله ما تجي فيها وانت تقول والله ما تجي فيها، يروحوا يجيبوا واحد يحطوه. فهمت؟ هذه هي. او يستناو الناس هذو يريبوا النظام، ومن بعد هو لازم السياسيين اللي يحكموا ويجيو يحطوهم بالدرع فوق الكراسي، او يستناو في النظام يحصل يعني يجي يموت، هاو يضطر باش يخطب وداهم. نعم. ويجي يتعامل معهم ودارها على كل حال بعد النظام. نعم. دارها النظام بعد القضيه هذه لنظام. وهنا انا باش ننصف سليمان زروال، هنا اللي قرر يجري بعد هذه القضيه، بعد ما دار الحوار تاع مع مهري وجماعه كل حاجه. المهم هذيك اللجنه تاع الحوار انا درت الوفاق الوطني. لا قدام الوفاق، يعني لجنه الحوار هي اللي جابت الوفاق الوطني. بعد ما كما نقولوا بالنسبه لي هو خيب من قبل قاده الجبهه الاسلاميه انقاذ. مشى للاحزاب، ماشي مشى للحزب، قرر يمشي في خلاص شبع. اما الشاوي ميليتار ما بقى فيها والو، خلاص دورها مسكين داك الساعه كي جا الخطاب تاعو كان طيب. كلمه ارهاب ما تكرهاش، ما نشفع عليها يعني وكي عدت هذيك دارت داك الساعه الخونه المرتزقه شد الافاق عاد ما كانش عاد. يعني الصوره اللي كنت نقول لي فيها على علي بالحاج، والصوره ربما اللي وصل لها والقناعه اللي وصل لها من نتيجه الاخبار اللي تلقاها من كمال قمازي هي اللي ربما صدمت هاك نقول لك رئيس زروال صلى على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني لازم نكونوا في بلاصتو. هو لما جاء لابد خشن راسه واشترط شروطه وكسر كثير من الحوايج بس فتح الحوار مع الشيوخ. صحيح. لازم تفهمها هذه. وكيف فتح الحوار كان يظن 90% انه لن يخيب، لانه كان يشوف باللي لانه كان عنده قوه قرار ثاني. يعني نقول لك تفضلنا. عنده اصحابه عنده. ماذا حدث؟ فلما هو يمشي ب 300 في الساعه ثم يوصل الحيط مسدود لامباس،
تصور كيفاش يولي يفكر. لو نعود قليلا وتحكي لي كيف تم اختيارك امير وطني للجيش الاسلامي للنقد. أنا كي بعد ما صرت هذا الواقعة هذه، بدا الاتصال يتقطع بيننا وبين الشيوخ، لأن بلات ذاك الساعة خلاص بدات تفصل الأمور. في هذا الوقت بالضبط جات لقاني أنا في اللقاء اللي فات كنت طلبت منهم في زوج أمر، قلت لهم الحل هذا، وأنا كنت بعت للشيخ عباسي معاهم. بعت له رسائل كبيرة للشيخ عباسي، تطلب منه ان يدين فهمتوا مليح الجيا ويؤيد الجيش الاسلامي للنقد. فهمتوا مليح، ماشي يدين، لا ما طلبتش منه ابدا، طلبت منه باش يديروا موقف كقادة، كمنقذين، كدعاة، بغض النظر على الياس ولا الجي ولا لا، اللي يلتزم بالشيء هذاك هو ولي الجبهة وهو المقاوم الحقيقي. هذا واش لا ياس والو. ولكن مع الشيخ عبد القادر والشيخ علي جدي كنا تفاهمنا في خطة، قلنا باللي ومش كانوا يشوفوا الانحرافات على الجهة، كنا تفاهمنا في خطة باللي الحل الوحيد الذي يمكن أن ننقذ به هذا الجهاد هو أننا نسرع الآن في ترتيب البيت، في ترتيب الجبهة الجهادي، وهو أن ننظم الجيش وطنيا بقيادة واضحة معلومة. يعني خلاص هنا يئستم من الحوار مع الجهة؟ لا، الحوار مع السلطة. لا، الحوار مازال يخلط، ولكن احنا مع الجهة، الحرب ماشية يا شيخ. يعني تأسيس أو القرار بتأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ كان الهدف الوحيد هو محاربة الجهة؟ لا مش محاربة الجهة، لا، احنا الأول كنا ما حابينش نديروا مرة وطنية الدنيا طمعا في نتفق مع الجهة ونخليو ذاك الساعة خلاص انتهت هذا هو. فلما احنا ويسنا من الجهة، احنا طلبنا من الشيوخ يعاونونا في تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ وطنيا. نعم. بحيث انه راه تابع للجبهة ما في حتى لعب. اتصلتوا بالغرب؟ اتفقنا، بعثنا للغرب وبعثنا للوسط. ما كانش كاين الجيش الاسلامي للإنقاذ في الوسط؟ والحاج ودنيا الجماعه اللي كانت تاع الجماعه هذول في الاول كانت كل جماعه جبهه، ومن بعد تفرقت، فبون قعدوا مده تحت الجيه لان ما كانت الامور ما بانتش. تقصد سيد الحاج قطري الذي احييه، هذا قام بامر كبير معنا، دوك نوصل ليه بصح مانيش واصل مع الوقت هذا، مانيش واصل، ولكن قام بامر كبير. يعني انت هذا تعرف الشجاعه ديش في الامر هذا، تعرف وين كيكون واحد عنده قرار ويقرر وحده قادر يبدل الامه، وكيعود واحد ما عندوش قوه القرار، لا بغات الناس الكل معاه يعجز باش يدير قرار. قلت لك احنا هنا كان ضروري باش نديروا هذا الامر تاع الاياس، فالشيخ وعدني، وكانت حنا سمنا على اسل يعني على بس مدني وعدك؟ لا الشيخ عبد القادر والشيخ نعم، بتوصيل رساله الى لا هذيك وحده تاع الشيخ عباس يبعث له رسائل هذيك معاه وبعث مع غيره. بماذا وعدك؟ لا الشيخ عبد القادر طلع لنا بالعاصمه باش ينسقوا باش نديروا حتى تنظيم رده وطني. يعني هما مساهمين في تاسيس الجيش الاسلامي للإنقاذ؟ بيان سور. لماذا؟ علاش مساهم؟ كي يكون مساهم فهم مليحه الحبيب، كي يكون مساهم يعني مش معناتها باللي السيد هذا وبابيو راه عيطت الكمين، تقول الله مساهم لانه يشوف بان العمليه السلميه والحوار لو كان ما تكونش اليد اليمنى والدرع القتالي والفصيل المقاتل في الجبال يملك القوة لكي يفرض هذا المنطق تولي فاشلة. فتأييدهم الجيش الإسلامي للإنقاذ وتنظيمه وكذا ماشي في هذا الباب يجري. ولكن في حياتهم ما صرحوش بهذا الشيء هذا. بابا كيش في حياتهم ما صرحوش؟ ممكن تبعوش الشيخ او صرح انت الشيخ عبد القادر. احنا بعد ما روحنا وجينا مده هو متفاهم معنا 100% ويأيد فينا ونأيدوا فيه ومشينا شوط كبير. وانا نوصل لها على كل حال. تفضل. كيف تأسيس الجيش الإسلامي؟ انا جايك. لما مشى الامر هذايا هما راحوا طولوا ما جاوش على كل حال، طولوا من بعد لان الامور بدات تعفن وبدات تفسد، ثم تطورت الامور. احنا اصطدمنا احنا والجيه، يعني الجيه قبل تاسيس الجيش الاسلامي. نعم قبل تاسيس الجيش الاسلامي. الصدامات كانت قبل تاسيس الاولى، فتاو فينا
وأحلوا دماءنا بعد ما مشاو في قطع الناس. نعاود نولوا للجهه، ولكن كمل لي في هاني تاسيس شيك باش تعرف كيفاش حنا تأسيس. صارت هذه. فاحنا لما وقع الامر هذا تما اللي بعثنا الرساله هذيك ل... لمن؟ تما اللي بعثنا الرساله هذيك للشيخ، قلنا له فيها عباسي مدني. باش فهمناه، فهمت. او قلنا له شوف، يعني باش نقرا لك المفروض يروح يقرا وحدهم ولكن معيش. لا، فقره اللي هاي تأدي الغرض. هاو جينا هذا فهمت. قلنا له قلنا بون طويلة. قلنا لهم شيوخنا الكرام، لعلكم تتذكرون إصرارنا في الرسالة السابقة في مطالبتكم بإصدار مرتكز شرعي يحدد المبادئ الجهادية ودوافعها، المقاومة الشعبية، ويبين الوسائل الشرعية التي يقوم بها أمر الجهاد، ويوضح الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من وراء هذا الجهاد. هذا المرتكز الشرعي الذي يعطي الحجة والدعم للمجاهدين الصادقين الطاهرين، ويقطع الطريق أمام المنحرفين المعتدين، ويغلق الأبواب في وجه المندسين والانتهازيين والمتسللين إلى صفوف المجاهدين، وبذلك تصفو الساحة الجهادية ويسهل الوصول إلى الهدف المنشود. إن هذا المرتكز الشرعي حق للمجاهدين وللشعب عليكم، وهو من واجبكم الذي لو أديتموه في وقته لكان اليوم حجة في أيديكم على السلطة التي تطلب منكم إصدار بيان تنددون فيه بالتجاوزات التي يرتكبها الاستئصاليون داخل السلطة وعملاؤهم داخل الصف الجهادي. اسمع شيوخنا الكرام، يجب أن تعلموا أن إخواننا المفرج عنهم لم يقدموا شيئا دابا للساحة الجهادية، اللهم إلا بعض الاتصالات مع الأحزاب وما وقع في ندوة روما. وكان طلبنا منهم واضحا عندما التقينا بهم أول مرة، ألا وهو العمل على ترتيب البيت الجهادي وتنظيمه، ولكن للأسف الشديد ثبت بعد ذلك تهربهم وتملصهم من هذه المهمة التي كان في وسعهم تأدية جزء وخطوات جبارة منها، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أن رسالة طويلة شوية. ما طويلاش. هنا اللي قلنا له باللي احنا هاو درنا الإمارة في غيابهم. قلنا له رغم أننا قطعنا أشواطا كبيرة في تنظيم جزء كبير من الصف الجهادي تنظيما محكما، هذا لما أن الإمارة الوطنية يخضع إلى ضوابط شرعية واضحة وينقاد إلى إمارة معروفة معلومة، كل ذلك كان في غيابهم الطوعي، ذلك الغياب الذي جعلنا نلح في طلب اللقاء بهم، فما كان لنا ذلك إلا مع واحد منهم فقط، هو الشيخ عبد القادر بوخم، الذي وعدنا بعد نقاش مستفيض وأخذ ورد عريض بإصدار بيان يعلنون فيه مباركة وتأييد الخطوة التي قام بها الجيش الإسلامي للإنقاذ، إلا أننا من حينها لم نقرأ في الجرائد إلا ما يفهم من تصريحاتهم عكس ما طلبناه منهم. فاحنا بعد الغياب تاع يعني واضح انه ما رفضوا مش رفضوا رفضوا اعطاء شرعيه للجيش الاسلامي. مش رفضوا خاف ربك. الوحده، العمل الوحدوي وخروج الجبهه بهذاك البيان الخطير، ولا عباك واش دارت في البيان الجبهه الجماعه بالك بعد ما دخل فيها لان الامر كان خطوه ثلاثها خطوات. الخطوه الخطيره هو القبول بتدويب الجبهات داخل الجماعة المسلحة. هذا أكبر خطر وقع فيه رجال الجبهة الذين دوبوها. أصحاب الخلية محمد السعيد رحمه الله ومن معه وقعوا في خطأ كبير، والذين سكتوا على التبرؤ من هذا الفعل وقعوا في خطأ أكبر. قدامك يقول لك أنا ضد وما كان ما قبلاش وهذا، لكنه ما قدرش يدير بيان صريح لانه يخاف من الجماعه تصفيه. هذا هو الواقع. هذا الوضع لما اصبحت الجماعه مدوبه واصبحت الجيه هي الراس والجماعه هي التبع، ارتبكت الامور. وزيد هناك فتاوى صدرت
ضد من يخالف كل هذا البيان وهذا الموقف لينا ولغيرنا وللشيوخ ولكل واحد. سي مدني، هل افهم انه قياده الجبهه إيه. كانت مع العمل المسلح، ولكن انا لم تريد تفضيل جماعه مسلحه على اخرى؟ ماشي تفضيل، خافت الخوفان. يعني الخوف لا، هو هم مفضلناهم ماشيين معنا، ما فيها حتى لعب. هم متبريين من العمل تاع الجيل الفاسد خلاص. بصح عندهم في الوقت هذاك نقولوا، قلت لك مثلا كيما الحاج والجماعات تاعنا في المديه، كان ربي يرحمه عطيه كان لاباس به، ومن بعد كان الشيخ بن حجر كان لاباس به. هم يعرفوا باللي عندنا رجال تاع الجباره في الجبال في الجيه. هاد الناس يتعاطفوا معهم نعم، ولكن التوجه تاع الجيه العام والانحراف اللي وقع والمواقف الجديده نعم كانوا يتبرؤون منها، هذه لله وللرسول يعني. سي مدني، رجعني شويه انا جاي كيف تم اختيار امير وطني احنا قرروا الجماعه باش نمضي في قضيه توحيد الصف تاع الجهاد وطنيين وحدنا. تمت الحمد لله بفضل الله عز وجل. احنا كان عنصر الاتصال بيننا وبين شقراوي والاخ اسامه رحمه الله، مقتلوه على كل حال، خطفوه وقتلوه. وهو كان عنده اتصال، هذا عنصر تاع جبهه، وكان عنصر مهم في العمل تاع الجماعه في العاصمه تاع الجبهه. كان مع شيء يتلاقى الشيخ عبد القادر، يتلاقى الشيخ علي، يتلاقى جماعه الشيخ علي جدي، يتلاقى جماعه تاع الجبهه كله. كان عنصر تاع الجبهه ناشط كبير. هو تفاهم مع الجماعه في الغرب وقال بلي لازمنا نديروا القياده الوطنيه، وبحكم التواجد القوي تاع لاياس في الشرق كان طبيعي باللي الامير راح يكون من الشرق. شحال كان العدد تاع؟ قلت لك حوالي 3000 شرق هنايا. 3000 مسلح. يعني كان توافق على شخصك اما اصلا نتفاهموا، خليك متوافق. هذا نقول لك باللي هذين غلطانين انتم. هذا الامر تاع الاماره اللي مراضي به انتم حاطين تحت البرلمان كنت ضربوا عليه باش توصلوا ليه، والله ما كان واحد يطلعوا في حساب تاعو. يعني بالله ما فيه قواعد الاختيار، لكن انتم كيف القواعد تاعنا خرم قواعد تاعهم. وش هي قواعد تاعنا؟ الشورى قواعد تاعنا خرم قواعد تاعهم، ولكن الشورى هذه ما جايش القصره جايين هنا كل واحد يبدا يقنبر بصاحبه. الشورى هذه مبنيه على واقع. العمل المسلح هو جنود في الواقع، هي اماكن محتله، هو قيادات ميدانيه، هو نظام وجود. ما يقدرش يجي واحد عنده 10 في الكتيبه تاعو يحكم في الفريق في 200، مستحيل. جاي يعني بغيت نعرف المعيار اللي هذا هو المعيار تم اختيارك به. هذا هو المعيار. هل هو معيار جهوي مثلا؟ خليني نكمل لك. ساعات وعندك واحد الهبل، ولكن تحب تثبته بالدرع. مش هبال، هذه اسئله واقعيه طرحها اي مواطن. خليني انا نشرح لك ونوضح لك. ما تحبش، ما كان حتى معيار. طولت باش توصل لي للهدف. تفضل. شو نقول لك؟ ما كان حتى معيار يا عبد ربي. المعيار هو المعيار العسكري والمعيار الميداني والمعيار ايضا نتاع الاشخاص اللي راهم مسؤولين. لان احنا باش كنا امراء في فيالقنا وامراء في جهتنا ومناطقنا، ما جاتش هذه بالغيطه. هذا رجع للباع الدعوي والمسار الطويل والمكانه في الفيس والابتلاء في الميدان والتنظيم والقوه تاعو والتسيير. ما جاش قال جاب من الواد حط. هذا امر رتبناه طوبه وحلقه ودرجه. انا جايك هذا هو. فكان طبيعي بحكم القوه تاع اللاياس في الشرق كان الامريكي يكون من الشرق، ما فيهاش اللعب. فكي جا والخوان ما عندهمش حتى مشكل في هذه، لا في الغرب لا في حتى واحد ما كان عنده هذا المشكل هذا. وانا ما حاضرش، انا نقولك في الاماره الجهويه ما كنتش حتى حاضر، وفي الاماره الوطنيه ما كنتش حاضر. يعني نصبوك وانت غايب. انا نقول لك تلاقوا ذاك الساعه في المنيه في بوراوي، جا الاخ اسامه وتلموا الامراء كامل تما تاع الشرق تما معهم وتناقشوا وخلصت باللي وبلغوك بالله. بلغوني بالبيان. وش كان موقفك؟ ما عندي حتى موقف. شنو ما عندي موقف؟ في العسكر انا على بالي انا ما عندي حتى مشكل. في العسكر انا لو كان نتفقوا ونحطوا على الامير ويقول لنا لا بعد ما خرجوا الصحافه نقتلوا. حيان بالك لا مازال نفح. القتل سهل بواحد الطريقه اللي سهل ماش سهل. اسمع يا شيخ، انتم تبكيوا على حاجه تذبحوها وتموت امه في التلفزيون قدامكم ما تبكيوش عليها. لا نبكي. اسمع لي اسمع لي ما تبكيش. اسمع لي مليح. للدولة وللتنظيم وللعمل العسكري ضوابط وقيود. يمكن تضحي. اسمع لي، يمكن تضحي بنفسك. اسمع لي، يمكن تضحي بنفسك باش تعيد الجماعة، ويمكن تضحي بإنسان لا ترجو من وراء لا ترجو صلاح من ورائه.
وهو خطر على الامه قدام ربي تحاسبوا. هذه الضوابط، فلازمكم تفهموا الامور. المهم احنا ما ضحيناش على كل حال، انا كون نقول لك نعطيك في المبادئ يعني. فانا نفهم باللي هاد الناس الرجال كي اجتمعوا وقروا وحطوني انتهى الامر، ولكن انا عندي راي اخر. صح. واش كان الأهداف تاعكم؟ يعني واش هي من هو المستهدف؟ يعني مقاتلة رجال الأمن، رجال الشرطة، حرس البلد، واش هو ما كان حتى واحد مستهدف، قلنا لك في اول الكلام ووضحنا وطلعنا هنا ماناش في أول اسمع الكلام. لي، قلنا لك باللي المبدأ الوحيد هو الدفاع عن النفس. نحن كنا نقاتل من كان حريصا يجتهد في قتلنا. اي واحد يحمل السلاح ضدنا ويجري ورانا يقتلنا نقتلوه. جيش الشعب الوطني كله حامل سلاح ضدكم، هل يعني أنه كله مستهدف؟ اسمع كان لي، كله مستهدف منكم؟ اسمع نكمل لك يا الحبيب. اللي حارس باش يقتلني انا ندافع عن نفسي، قادر يقتلني قادر نقتله، هذا صح. تبقى القضيه في قضيه تصنيف الناس بعد ذلك. كان هناك تصنيف، وهذه ثاني لازمك تسلموا على راس الجيش الانقاذ، تسلموا لكن عليه. كنتم تستهدفوا الناس في المواطن اسمع نتاعهم، لي، يعني كنتوا تهاجموا مراكز اسمع لي مراكز الأمن اسمع لي. في التصنيف تاع الجيش الانقاذ نتكلم على الجيش الوطني الشعبي. نعم. من الخلافات اللي صارت لنا احنا مع الجيه بيان سور بشكل قاطع، وصارت لنا خلافات كبيره داخل الاياس. هل يحق ان نستهدف لا افراد الجيش زابلي الخدمة الوطنية ام لا؟ وهما كانوا يستعملوهم في الحرب تاعنا، هما بالدليل يديو الشباب وهم ابناء الخدمه الوطنيه ويحاربون بهم. فكان الموقف التالي قعدنا عليه هذه بزاف وضربنا عليها، لان الاغلبيه يقول كيف هذا يجي يقتلني ويحاربني وكل حاجه ومن بعد انا ما قتلوش. واصرينا طوال الوقت الذي عشنا في الجبل، صارت ميتنا مشكله كبيره. قال والله الجندي هذا لما سلاح ويجي في التمشيط ويقاتل اقتل كيفو كي غيره، دافع عن نفسك. لكنه اذا توقف وعاد الى بيته واصبح غير مسلح ممنوع قتله. لازم نفرقوا بين زوج اشياء. اسمع لي نكمل لك تفهم. احنا كنا نمنع قتل ابناء الخدمه الوطنيه، ولم نكن نمنعهم من الالتحاق بالخدمه الوطنيه. هذه نتحاسب عليها مع اي كان، مع الصديق مع العدو، هكذا. واللي كان يقتلهم اسمع لي، الجهه هي فاصله فيهم خلاص. وحتى اللي وقعت مثلا في لاياس، لان لاياس كبير، انا ما نقدرش نتحكم في كلش كما تتحكم في البلاطو هذايا. الامور اللي وقعت تجاوزات فرديه في اعمال معزوله اصحابها، وين كاين قياده قويه حكمتهم في الجيش الاسلامي. نعم، وحسبتهم. هل وقعت محاكمات لناس تجاوزوا قتلوا اللي قتل بغير حق تحاسب، واللي حاشاك اعتدى على اي عرض واحد بغير حق تحاسب. كيفاش تحسبوا؟ صفيوا؟ صفيوا. كاين اللي هما اغلبهم حطوهم في السجن ونعزروهم على كل حال، ولا كان لازم يموت. وين كان هذا الامر تاع الموت راه اعداد قليله جدا، يعني في احصاء معين للناس اللي قليله خلاص نقدر نقول لك ما عندوش اصابع اليد. وش طبيعه التجاوزات اللي ارتكبوها؟ الخيانات، الاعتداء على الاعراض، لان هو الامير يعطي الاوامر بتعليمه رسميه مكتوبه موزعه على جميع افراد الجيش، هو ينوض يركب راسه ويتصرف من تلقاء نفسه ويقتل نفس. كان لا يجب ان تقتل. في تلك السنه او تلك السنوات ظهرت فتوى الشيخ بن باز بحرمه يعني عدم تجاوز رجال الشرطه ورجال الامن والجيش، وكلهم محرمها تماما، ويعني وقصد الجزائر تحديدا. يبدو انكم الفتاوي رميتوها جانبا. ربي يرحمه الشيخ بن باز، وربي يجعله ان شاء الله في الفردوس الاعلى، وربي يتقبله، وهو عالم كبير في ميدانه وانا احترمه واقدره. نحترمه باتباع فتاوي. اسمع لي يا الحبيب، تفضل كون شويه جاد. احترمه واقدره في جانبه العلمي الصرف، عندما يتكلم في الفقه
وفي غيره. نعم، من يتكلم في أمور الجهاد عالم هو. أوه بابا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يتكلم العالم في أمور الجهاد من يتكلم؟ اسمع لي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسمع لا لي، تعلمون. واش نديروا بالآية هذه؟ اسمع لي. العالم المسكين الغائب المسجون في إطار ضيق، لا يعرف من هذا العالم إلا القليل، لا يعرف ما يدور في هذا العالم. مسكين مازال يعتقد ورفض أن يقبل بأن الناس قد صعدوا للقمر، وأن هناك صواريخ عبر القارات، وأن. اسمع لي، أنه لا يقبل اسمع هذه لي، الأشياء لا يضر أحد، لكن اسمع موضوع لي، الدم اسمع شيء لي، آخر. اسمع لي. الذي يقبل هذا ببساطة يقبل من أي خبزيست، إنسان لئيم يكذب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يتنقل من هنا إلى السعودية ليشرح له الوضع ويعطيه معلومات خاطئة عما يدور في الجزائر. لذلك اسمعني مليح، نحن كنا نقول، قلنا العلماء كل على كل حال، أن الذي يحق له فعلا أن يفتي في هذه القضية هو العالم الحركي الذي يتنقل في البلدان الإسلامية، وهو مطلع فعلا على ما يدور في هذه البلدان، يعرف أنظمتها، يعرف حكامها، يعرف ما يفعلون في شعوبهم، ويعرف الحركات الإسلامية وكيف تفكر. هذا العالم عندما يأتي ويطلع من الطرفين، يعني من النظام ومن المعني من هذا الطرف الثاني، الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمقاتلين، هذا الوحيد الذي يملك الحق في أن يحكم. وهذا عندما يحكم له كلمة في عقولنا وفي قلوبنا. وإحنا قلنا له هذه. تتحدث عن شخص غير موجود، يعني العلماء الذين تكلموا في تلك لا السنوات كان لهم رأي واحد. لا كانوا موجودين. واحد كما القرضاوي كان يفهم الواقع هذا. ماذا خليني باش ما يفهموش الناس، باش ما يستغلوهاش. واحد مثل الشيخ القرضاوي العالم الشيخ الفاضل، البوطي مثلا كان أفتى فتاويه يعني خليني احكيك على القرضاوي ونحكيك على البوطي. تفضل. القرضاوي أيدكم تقصد؟ قلت واحد مثل الشيخ القرضاوي العالم الكبير الفاضل الذي تنقل في كل أنحاء المعمورة، والذي تربى في حركة إسلامية متفتحة منفتحة على كل العالم، تعمل لتغيير هذه المجتمعات بالطرق السلمية وبالطرق الشرعية المعتمدة في دين الله. ماذا كان موقفه؟ هذا العالم هذا كان في وسعه، وقد جاء الجزائر ويعرف الجزائر جيدا، كان في وسعه أن يقف موقفا صائبا. لذلك بس تاخذ هذه التاريخ ثاني اللي ما يسمعوهاش ما يعرفوهاش، العالم الوحيد اللي سمحت لنفسي نبعث له تقرير على الوضع، فهمت؟ من هو القرضاوي؟ هو الشيخ القرضاوي. ماذا كان موقفه؟ خاصنا نقول خلينا الشيخ القرضاوي بالنسبه لي ارتكب زوج اخطاء. خليني نمشي الفاصل ثم اعود لاعرف منك ماذا كان موقف الشيخ القرضاوي من الحركه المسلحه التي قدتها. سي مدني، كنت تتكلم على الشيخ القرضاوي على اساس انه أرسلت له رسائل توضيحية أو شيء من هذا القبيل. موقفه كان ضد العمل المسلح في الجزائر على ما يذكره الجميع. أنا قلت لك باللي الشيخ القرضاوي ارتكب خطأ، وهو خطأ على كل حال أغلب العلماء على كل حال، لأن العلماء أنا أميز بين صنفين من العلماء: صنف يهتم بأمور الفقه عبادات وغير ذلك، يدرس في مسجده أو في زاويته، لا يهتم بالسياسة ولا يهتم بالمشاريع التغييرية المجتمعية. هذا أنا نحترمهم ونحبهم، وبالنسبة لي هضر عليا ولا ما هضرش ولا حطني في الثقيل راهم سامح ليوم الدين، لأنه غير مهتم بهذا الأمر. كمل لي. والصنف الثاني هو هذا الصنف من العلماء الذي يحمل مشروعا إسلاميا تغييريا يرى من خلاله
إمكانية تغيير الأنظمة الموجودة في العالم العربي والإسلامي، والتي تحكم شعوبها بقوانين وضعية لا تستمدها من مصادر التشريع الإسلامي. القرضاوي واحد من هؤلاء. أنا أراه فعلا مؤهل لكي يقول كلمته في هذا الموضوع، لكن أخطأ. أين أخطأ؟ لكن مع الأسف الشيخ القرضاوي الذي تعذب في سجون الإخوان وقال ما قال في جمال عبد الناصر رحمه الله، الشيخ القرضاوي الذي كان يحث ويشجع الشباب على التمسك بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات، وقصيدته النونية تقول الكثير. ماذا فعل؟ الشيخ القرضاوي الذي كان ينتمي للإخوان المسلمين، الذي كان الشعار عندهم هو الله غايتنا والإسلام ديننا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. في فلسطين؟ لا في مصر. هذا لا الموت في فلسطين، في الجهاد في فلسطين يقصد. معروف مواقفه حتى في اغتيال السادات كان محمد. ما صدرش قدام المشاهد باللي راك تجهل كثير من تاريخ الحركة الإسلامية. اسمح لي معلش في النقطة هذه بالذات لا أجهلها. روح حققها عند الجماعة. معلش تفضل. هذه قاعدة كبيرة عند الإخوان المسلمين كحركة في فلسطين ولا في مصر ولا في الجزائر ولا في الألمان. هذا من مبادئهم الكبيرة. جهاد في بلاد المسلمين. رب سيدي نقول لك هذا الشعار، هذا مبدا فهمني. هذا شعار نعم. هذا خماسي يؤمنون به ويعتقدونه. دوك انت في بلاد المسلمين مش موضوعنا، رجعني للقرضاوي. لا موضوعنا راح نفهمك باللي السيد هذا أين أخطأ في موضوع الجزائر تقصد؟ أنا راح نقول لك أنا كيف شيء يخطأ. نعم، لأن احنا تعلمناه هذا الأمر. هذا الشباب هذا اللي قاتل ودار ولا دار السياسة ولا دار الأمر المعروف عن الأمر المعروف عن المنكر، والشباب اللي جرى وطلع وهبط والضرب، هذا كله انطلق من هذه الأمور هذه. ثاني هاد الناس هذو كانت لهم أدبيات. اسمعني يا مليح. طولنا وما قلتليش هذا وين أخطأ الشيخ القرضاوي. أنا أخطأ. خليني نقول لك أنا أخطأ. الأدبيات الناس لما أخطأ لما ما أيدكمش. فهمني مليح. ماشي ما أيدناش. هو المفروض القضية الجزائرية لما بدأ التعفن، يعني الوقت الذي انتصرت فيه الجبهة الإسلامية الإنقاذ وشهد القاسي والداني في مشارق الأرض ومغاربها أن الانتخابات كانت حرة ونزهة، وأنه الأوان، اسمعني مليح، الأوان للسلمة والعمل المسلح. اسمعني، هو أنا نبدأ مع المسلح. وش علاقة؟ ما تفسدهاش، خليني نكملها لك. الجبهة الإسلامية تستلم الحكم، المفروض هنا يا سي مدني حتى عالم مساندكم بقى الشيخ القرضاوي. الشيخ القرضاوي موقفه واضح. والله غير نحبس دوك الهضره. بدل السؤال يلا. ما حبس مع الحقيقه خلاص. كيف والله بدل السؤال. راح السؤال ما استناش القرضاوي وحنا ركبنا راسنا وخدمنا. يلا انا كنت ننتظر انك تذكر لي موقف للقرضاوي. كنت حاب نقول لك شي حاجه. شرحت له الوضع في رساله كنت حاب نقول لك، ولكن واضح انه ما لم يقتنع بها. واضح. حبيت نقول لك الذي كان يقول ويعلم الشباب ويقعدوا في المؤتمرات والمهرجانات ويقدموا، لكن ما يأيدش العمل المسلح في الجزائر. اسمع لي يا أخي، اسمع لي. ويقدمون المنشدين لينشدون في ملأ عظيم من أبناء الحركة الإسلامية وهم متأثرون يذرفون الدموع. ما بالك عن الشاب ذوك يحضر فيه تجمع كبير وفيه العلماء وفيه الدنيا، ويسمع المنشد ابن الحركة الأصيل ينشدهم قصيدة وهم يبكون ويتأثرون ويتحمسون. كيف يفعل الشاب؟ أسمع مني مثلا عندما تسمعه يقول: وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ، شعارات مزخرفة على الإسلام تجترئ، وأقوال مزيفة عليها اليوم تتكئ.
عمود الدين لن يقوى بتسبيح وتهليل، ولن يخطو بنا أمل بدعوى القال والقيل، فغير السيف لا يجدي يمينا فتنة الجيل. واش يفهم الشاب هذا؟ يفهم اللي يفهمه. انتم يا سي مدني كنتم في حاجه الى فتوى ماشي انشوده. اسمع، والله غير كون نشوف فيك اسير بعض المصطلحات الفقهيه. معلش انا فقط اجبني، لا يهمش انا اسير واش، المهم اجبني. اللي غلب عليك فيها. اسمع، الحقيقه هذه الناس هادو راهم كانوا يؤمنون كلهم بان الوقوف في وجه النظام الطاغي راه حل واجب، واذا توفرت الشروط راه يولي اكبر من واجب. وفي الجزائر توفر الشروط التي لم يكن يحلم بها اي عالم في الدنيا، ولكن هذه يقولها علماء سي مدني. معليش يا اخي، انا قلت في الحلقه الماضيه تكلمنا بما فيه الكفايه. قالوا، وانا نقول لك انا حبيت نفهمك برك باللي احنا لما كان نكلم واحد اللي يفقه فعلا في ميدان الحركه وفي ميدان التغيير في المجتمعات ويعرف ما يدور في المجتمعات. لذلك احنا لما بعثنا له، انا بعد ما تلاقيت الحاج اسماعيل نيغوسييت باش نبعث واحد للخارج يدي هاد البيانات تاعنا كل هاد الرسائل باش يعطيها للشيخ القرضاوي تم، وللشيخ الجماعه تاعهم تما الشيخ راشد والجماعه، ويفهموا ما الذي قام به جسم الانقاذ ولماذا قرر ان يقبل الهدنه وما الذي يعتزم فعله. وبالفعل تم ذلك، وقام الحاج بعمله، زور ما نقولش زور، استعمل وثائق خاصه، وخرج الاخ تاعنا وهو الشيخ محمد اللي بعثه، وصل عند رابح لالمانيا وعيطوا للشيخ القرضاوي وجاو تلاقاو في الحدود السويسريه. ونعطيك باش تشوف بالليل لايس هذا كان محترم، وكانت الدول الاوروبيه تنظر ليه كمقاومه شعبيه. هو كان هز ملف قد لما تنقد نتاع البيانات تاعنا، ملف كبير منه هذا الشيخ محمد تاعنا، راكب مع رابح كي وصلوا للحدود السويسريه الالمانيه نسى عليه، حطوا هكذاك عادي، ما كيف تشوفوا لقوه. لما بداو يشوفوني فنحاول لهم الملف، داوها كي تصوروه الدنيا وطلعوا كذا، ولكن من بعد جابوا لهم الملف كامل وردوا لهم ما نقصوا منه ولا ورقه، وما سالوهم حتى السؤال على القضيه تاعو. هذا دليل على ان عنصر ليس كان يستطيع يدور في اوروبا كما يحب، وكان قادر يروح حتى الامريكان. هذه وحده. ثانيا لما تلاقاو الشيخ القرضاوي بعد تلاقاو دخلوا لسويسرا في الحدود وتلاقاوه ربح كبير مع الشيخ محمد، وقدم له الاخ الوضع العام وقدم له البيانات. الشيخ كان ما عنده حتى تحفظ، قال له لست الذي يسعى اليه ليشرح له امر الجزائر، ولست الذي يقنع بأن يقف مع جبهة الانقاذ. أنا قانع البارح واليوم وغدوة غير غدوة، لكن هؤلاء الأنظمة لديهم دعم من الخارج، هم ظالمون، هم معتدون، هم مخطئون، لكنهم يملكون القوة ويملكون التأييد الذي يسمح لهم بضرب هذا الشعب وضرب هذه الحركة. اسمعني مليح، هذا كلام الشيخ القرضاوي على النظام الجزائري، على الجزائر، مش على كل فلوس هذاك، ولكن هو يقصد النظام الجزائري. ويضربون الناس الكل، والخاسر الاكبر من هو اولا هم ابناء الحركه الاسلاميه، والدليل اكبر القتلى راه منهم. الثاني الخاسر الاكبر هو الاسلام الذي سوف يجون بعد ذلك الحجه للتضييق عليه ولقبره. والثالث هو وقوع هذه البلدان ومنها الجزائر في أسر التيار التغريبي البغيض. فقال باللي في الوقت هذا، قال باللي انا مش الانسان اللي تشاوروني في الهدنه لا تجوز لا ما تجوزش. انتم شاورتوا في الهدنه؟ في الهدنه احنا كان عندنا مشكل كبير في الهدنه، واش بك انت؟ مشكل كبير، الناس الكل ضد، الناس الكل ضد، ماشي باش ننزلوا الهدنه، الناس الكل ضد، احنا درنا بالدرع ومن بعد نحكيو على كل حال. فكان بارك الهدنه مباركه كبيره، و
على بالش لا هو كلف ولا الشيخ غنوشي كلف روحه وحده، وقاموا ببيان كبير وهنايا ووقعوا فيه اغلب علماء الاسلام على كل الحركيين، يعني من السلفيه ومن ومن يساندون الهدنة يساندون الهدنه، فهمتني، والمصالحة فيما بعد. والمصالحه فيما بعد. والشيخ قال لك ما بالنسبه لي انا هذا العمل الذي تقوم به عمل عظيم، عمل عظيم. طبعا كل الناس باركوا الهدنة. خليني نكمل لك، لكن مع الاسف هذه نقول لك باللي الامور يعني شويه كبيره، هذا باش نعطيك العالم يعني. لكن تكلم بعد في كتابه نشرت الخبر كاملا. لا القرضاوي مذكرات. نعم. انا تكلم عن كل شيء، تكلم حتى التصابي تاعو مع كلمته يعني، تصابى يعني. ولقاء كما هذا تاريخي، حنا درنا كاش مفاوضات مع الدوله الجزائريه باش درناه، وتنقلت ناس من وراء البحر باش تلاقاتو، ما ذكروش والو بنص كلمه. لماذا في رأيك؟ لماذا؟ انت تجاوب. حبيت نقول لك الشيخ اللي راهو يقول من قطر اليوم وتكلم على هاد الحكام العرب اللي دروك راهم كبروا وخرفوا ولازم يخليوا المكان تاعهم للشباب، انا نظن باللي هو لو كان يتكلم مع نفسه وحده سيعرف ان مكانة العالم اخطر بكثير من مكانة الحاكم. اكيد، لذلك دائما انا اسالك عن العلماء. اسمع لي. واذا كان هو يصر ويشترط على الحاكم ان يكون دائما في قواه العقليه والنفسيه والذاتيه لكي يستطيع ان يحكم شعبا، فمن باب اولى ان العالم يجب ان يكون ايضا في كامل قواه العقليه والذاتيه والنفسيه والايمانيه. حاب تدخل موقفه اسمع لي سوريا. اسمع لي. فاذا كان الحكام تاع العرب كبروا وما عندهمش الحق يحكموا، هو ايضا كبر ولا يملك العقل الذي يسمح له بالتفصيل والتدقيق والتمحيص والتصحيح والتنقل والتأكد والتثبت مما يدور لكي يقدم حكما. كيف؟ لا إله إلا الله. كيف؟ موقف من سوريا تقصد؟ من سوريا، من ليبيا، من أي بلاصة. ما عندوش الحق كعالم يبدي رأيه وموقفه؟ مش كعالم، كشيخ قد بلغ من الكبر عتيا، وكرجل قد تعب، وكإنسان عقله الآن في تراجع وهو يعرف ذلك، ومقدرته العقلية والذاتية في تراجع، وحالته النفسية. من قال هذا؟ رأيك هذا؟ رأيك هذا العالم جليل وعنده أنصاره في كل العالم الإسلامي. جليل أنا نقدره خير منك، وجمهوره وراني نكبر به أكثر منك، وراني نتبعه خير منك، ولكن أنا تقول خرفت. أنا كنت ما قلتش خرف. لا، عقله تراجع. لا ما قلتش خلف، عقله تراجع. نعم. لا نزعته حقه في أن يفتي ويوجه الأمة. يعني نزعت يساند الثورة السورية، نزعت الحق تاعو على أساس أنه هو نزع الحق للآخرين في هذا الأمر. وهو من باب أولى إذا كان الحاكم خطر على الأمة تاعو في بلاده، العالم راهو خطر على كل المسلمين في كل مناطق الأرض. فإذا كان الحاكم نعم لازم يكون في كامل القوى العقلية والذاتية والنفسية والإيمانية باش يحكم العالم من باب أولى. هذا ما وموضوع سوريا بعيد عن لا ليس بعيدا، والله الذي لا إله إلا هو ولا إله غيره. يا موضوع سوريا بالنسبة للجزائر ما جاله حتى في رجله. إذا كانت سوريا والإخوة في سوريا عندهم الحق باش يقاتلوا الأسد ويفتى في دمه ويكدو ويدفن هكذاك بلا ما داروا انتخابات، بلا ما داروا حتى شيء، بلا ما، الجزائر ماشي كانت عندها الحق برك اللي انتخب الشعب على الحزب تاعها وعطى الحكم ونقلبوا عليه الناس اللي كانوا يخدموا فرنسا. يعني تقارن النظام الجزائري بنظام بشار الأسد اللي راه يقتل في شعبه الآن؟ والله ما بيناتهم هذا قتل وهذا قتل. ولكن هذا النظام اللي والله درت معه هدنة واتفقت معه أنت.
بالعقل يا شيخ، ما تخلطش بين الامور. لا فيها لا ما تخلطش بين لا الامور. الآن بشار ما الأسد تخلطش ما تخلطش حوالي 100,000 قتيل ما سوري تخلطش سوري بالامور. منذ النبي سنتين. صلى الله عليه وسلم قاتل قريش وطردته واخرجته اظهرت النكايه، يعني شردت اهله وكذا كذا، لكنه لم يمنعه هذا من ان يعقد صلح الحديبيه مع نعم. كفار قريش، وما انكرش الاهل تاعو اللي في قريش، وجات الحرب تاع فتح مكه وما منعوش هذاك باش يسامح الناس الكل. نحن ايضا قاتلنا جزائريين وقتلنا جزائريون. خلينا والله غير لازم نبين لك، ولكن اختم هذه النقطة. بهالنقطة هذه. الحرب بيناتنا كانت كالتالي، اسمع مليح. عاود نرجع للور. انا حنقول كيفاش قتلنا بعضنا. يعني نبدا الحرب بين بعضنا كانت التالي. كاين جهة في النظام تقاتل، وهو الجندي والعسكري والدنيا في اطار نظامي. هذا الجندي تربى تربى وتعلم أن يخدم الدولة ويقاتل من أجل منع انهيار دولة، وهو في هذا يقوم بواجب في سبيل الله بالنسبة له وفي سبيل الوطن. احنا الخواه لما اعتدي علينا ووقفوا في وجوهنا واغتصبوا خيار الشعب، رأينا أن القتال دفاعا عن النفس واسترجاع الحق المغصوب هو عمل في سبيل الله. بالنسبة لي كل اللي كان عنده هذا المبدأ هنا ولا هنا والله ما هو ظالم. بالنسبة الذي استغل سي مدني حكيت بالتفصيل هذا الكلام هذا، ولكن في الدقيقتين الأخيرتين قول زوج دقائق في الحلقة هذه تفهم الإشكالية وكيف ننظروا احنا لها واش هو الحكم الفقهي فيها. لا قلت وجهة نظرك وعودتها أكثر من مرة في أكثر من حلقة، يعني هذه العبارة الأخيرة هذه. وين تعجبك لو كان بالخوا تحبها تمشي صنزاري، وين ما تكلمش باسمي يا سي مدني، ما تكلمش باسمي. المهم لا حابين وين تحب نتكلم دفاعا عن المسلمين وعن المجاهدين. خليتك تكلمت يا سي مدني، تكلمت 20 دقيقة الآن على سوريا، يعني بما فيه كفاية. 20 دقيقة لا والو، حتى عب تخلط بين سوريا والجزائر. والله هي الأسباب التي قامت عليها الحرب في سوريا غير أضعف من الأسباب اللي قامت عليها. قلتها العبارة هذه بالذات، قلتها 2 مرات. قلتها بصح بنأكدها لك. خلينا نختموا الحلقة في ولكن في دقيقتين. أنه الكثير يلومكم ضبابية موقفكم من سانتيجيديو بحكم أنه اللي شارك فيها هو أنور هدام، ومعروف الخصومة بينكم وبين أنور هدام، ولكن يبدو أن قادة الفيس اللي كانوا في السجن رشحوه واعطوا له الشرعية في أنه يمثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سانتيجيديو، بينما أنتم كنتوا في ضفة أخرى. يعني خطأ، نحن لم نكن على خصومة مع أحد في ذلك الوقت، وكنا نشجع الحوار كيفما كان ومن أين كان. هذه باش نحيها من بالك وديها بالطبع. نعم. وهدام كلمة تكلمت عليها أنا في الجزئية نتاع الجية راني صادق فيها 100%، وهو ينكر ما ينكرش يدبر راسه، هي الحقيقة. ولكن هذا لم يجعل من الأخ أنور هدام عدوي. قاعد أنور هدام خويا، ولما تبرأ من الجية ولا ينصر في الفيس كما كان الأول قاعد خويا، ولما جاي يمثل سانتيجيديو ما عندي ما حتى مشكل، هو مثل رابح ما مثل، وكلاهما من أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولم نكن ضد سانتيجيديو أبدا، بل أيدناه تماما، وتمنينا إن شاء الله ربي يفك هذا المشكل وكل واحد يلقى روحه في الجزائر. لكن مع الأسف هؤلاء الذين وقفوا في وجه الجبهة 92 زادوا وقفوا في وجه سانتيجيديو وجعلوه لا حدث. بهذه الكلمة أختم هذه الحلقة. الأيام القادمة إن شاء الله الحديث عن المفاوضات مع المؤسسة العسكرية مع الجيش. كيف توصلتم؟ من فاوضكم؟ كيف توصلتم إلى الاتفاق؟ كيف كان النقاش داخل الجيش الإسلامي للإنقاذ الذين رفضوا الاستجابة مثلا لهذا للهدنة؟ كيف تعاملتم معها؟ أوضاع المسلحين فيما بعد، المسار السياسي الذي مارستموه فيما بعد، علاقتكم بالرئيس بوتفليقة، بالخادم، الأفلان وغيرها من التفاعلات المهمة جدا في الحلقة 11 في الأيام القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.